هلا وهلا يا أصدقاء، شلونكم؟ اليوم طلعت حتى أجهز للدوام أو للجامعة، يعني هيجي ملابس قرطاسية أقلام ودفاتر وهيجي، فراح يعني أتسوق وأشوفكم مشترياتي بنهاية الفيديو نفس كل مرة. طبعا أنا مو دائما أجهز قبل الجامعة وأشتري هواية أشياء وهيجي، لأن ما أحب يعني أحس بعدين تجي موديلات جديدة وهاي. طبعا شنو محلات الملابس منزلة أغلبها الشتوي، يعني الدنيا حارة برا ترى، فمنزلين كله بلوزات وسويتر وهوديز وهيجي أشياء شتوية. لاحظت إنه كلش قليلة الملابس المناسبة لهيجي الجو، يعني بين الشتاء والصيف. وشفت همين اللون النيلي بهواية محلات، أحسه ترند هاي السنة، يعني بيه تنسيقات هواية. والبلوز المخطط همين أحسه كلش كول هاي السنة. شوفوا هاي السترة كلش كيوت، ستايل مال أولد ماني، ويا التيشيرت مخطط وبنطلون أسود، أحسه تطلع كلش كول. اجيت حتى اقدر هذا الهودي. احنا اجينا المول بابليون، ومول بابليون اكو بالنص هاي الساحة شايفيها اللي يسوون بها هواية اشياء، مرات يسوون اشياء تخص الكريسماس ويعني على حسب المواسم. فهسه مسوين اشياء استعدادا لعام الدراسي الجديد. وشفت هاي الاشياء، هاي المطاريات كلش كيوت. طبعا انا ما راح اخذ مطارية لان عندي بين فترة وفترة اشتري، لان كلش احبهم. ولانش بوكس هم عندي. والدفاتر اللي موجودة هنا كلها مو حلوة، يعني بس هذا شفته وبعدين فتحت الورقة انصدمت طلع مال رسم مدري شنو، يعني ما يفيد للدوام. وهذا المحل الكيوت يجنن همين. تدرون أنا كلش ضعيفة قدام الأكواب والأشياء الكيوت هاي، وهمين ذني المطاريات مال ماي كلش كيوت وصغار هيك، يعني يفيدن نحطن بالتوت باج تخلون بها آيس كوفي أو هوت كوفي. هذا المحل بأشياء هواية عجبتني، دفتر وأقلام. نرجع للبيت أشوفكم ياها. خلصت جزء من جولة التسوق واجين هنا راح ناكل الموتشي، هذا الايس كريم او ما ادري شنو، ايس كريم فوق عجين. المهم يعني هي ايس كريم كورية لطيفة، يعني انا ماكلتها قبل هاي ثاني مرة، فتجربة لطيفة. وهم اجواء المكان والترتيب وكل شي حلو بيه. جينا الديفاكتو مال مول واحة، وهمين هاي الملابس اللي موجودة بيه. هسه وصلت للبيت سويت قهوة. هلا شلونكم؟ هسه صار وقت اشوفكم مشترياتي اللطيفة. ولا حد يقول لي ليش لابسه هودي والدنيا حاره، لان مشغله سبلت وما اريد اطفي، ويعني الجو بارد بالبيت بس برا حار، فيعني انا بردانه فلبست سويتر. اوكي المهم يعني انا ما جبت هوايه اشياء، بس راح اشوفكم اياها. اول شي جبت هذا الدفتر صغير يفيد للملاحظات، وهمين اكتب بيه يومياتي او يعني الاشياء اللي اريد اسويها خلال اليوم. شوفوا كيوت، حبيته، صغير ينحط بالجنطة. أقلام أكيد يعني أشياء مال دراسة. هاي الأقلام، واحد قلم أبو السنابل هذا، وهذني أقلام جال. هني الهايلايترز هم حلوات. وهذا دفتر كبير شوية هم كيوت، خليت أفتحه وأشوفكم إياه. هيك يعني دفتر طبيعي بس حلو. فرج أسنان، واحدة لي واحدة للأمير. وهاي الحمرة لونها كلش حلو، هذا اسمها كاتريس برادة، مرطب وجه. واحلى شي طبعا انا قاعد رايحه اتسوق اشياء للدراسه، بس لقيت مسوين خصم يعني كلش قوي على هاي الشمع. تدرون انا كلش ضعيفه قدام الشموع، ريحتها تخبل بعد ما شغلتها، وريحتها تطلع كل ما اطلعها من الكرتونه. وهمين لونها حلو هيجي كوزي مال يعني مال الشتاء او الخريف من ألسي. هسه اشغلها واشوفكم اياها من تشتغل. وجبت همين هذا الحزام، هيك مشتريات بسيطة. وقميص ابيض ما ادري شلون اشوفكم اياه، بس يعني هو هيجي لان قدرته فتلخبط وتعقد. وهذا التيشيرت كيوت. وبنطلون اسود، وهيك يعني هذول مشترياتي. لحظة احط بالميز. فأنا ما اشتريت هواية ملابس لأن الجو بعده يعني ما محدد، هسه راح يجي الشتاء وشوية ويخلص الصيف وهيك يعني،
فقلت انتظر الشتاء واجيب ملابس. ولو انا هم عندي يعني تدرون ما تعتمد على كثرة الملابس، تعتمد على التنسيقات، الشخص شلون ينسق ملابسه وهيجي. فيعني مو لازم واحد يشتري جديد للدوام وهيك، فيعني هي تعتمد على التنسيقات وهاي. فالمهم هي هاي مشترياتي اللي قلت لكم عليها. هسه راح اروح اشغل الشمعة لان كلش متحمست لها. يلا تعالوا. هسه راح ارتب الميز استعدادا للعام الدراسي الجديد. وبس هيجي كملت ترتيب الميز. طبعا شنو هاي الشمعات؟ هاي شمعة الايس كوفي اللي سويتها، تتذكروها؟ نشرتها يعني شورتس باليوتيوب، اذا تحبون روحوا شوفوها، هم تخبل. وهاي هم تتذكروها من صناعتها، كانت بيضة بس انا صبغتها بهذا اللون على مود هيجي تناسب اجواء خريف وهيجي، يعني على اساس احنا عندنا خريف بالعراق. بس هيجي قلت خلاص اصبغها برتقالية تصير يمكن احلى. طبعا ما ادري شنو واقع هنا، حرامات بس كون ينغسل. المهم هسه راح اخذ الشمعة واشغلها. هذا شكل الشمعة كلش كيوت.